اقعد يا لاشي كوبانزا. جمهور الزمالك عامل حفله في الملعب بعد ما الماتش خلص. اول حاجه اتحركنا باتوبيس من قدام نادي الزمالك وكانوا محترمين جدا معانا بصراحه. تقريبا القاهره الاسماعيليه ما خدش وقت طويل لحد ما وصلنا للاستاد. شكل الاستاد مبهر، وده اول ما وصلنا الملعب. وصلنا الملعب قبل الماتش بدقايق، وطبعا جمهور الزمالك لازم بيصنع الحدث. عدى 10 دقايق من الشوط الاول تقريبا، الزمالك ما سابش مودرن يعدي نص ملعبه نهائي. هجوميا الزمالك احسن قوي حتى الان. يا ابن اللعيبه فينا. لا لا لا، برازيلي ده مش مضروب. الواد البرازيلي واسمر الجديد اللي في الزمالك ده لو كمل بالمستوى ده شويه كمان، اعتقد في ناس كتير هتزعل قوي. انا فتوح كان بيسخن بعد ما خلص كل زياراته العائليه في الصيف. خلص الشوط الاول 1-0 للزمالك وما كانش فيها هجمات كتير. بصراحه استاد هيئه قناه السويس ده خطير، بس انا واخد عهد مع نفسي ان انا مش هتكلم على الملعب ده غير لما يكون في ماتش طرفه الاسماعيلي، عشان يبقى الاستاد متقفل كده والدنيا حلوه. هعمل حاجه جامده جدا ان شاء الله في ماتش الاسماعيلي والزمالك اللي جاي ده، اتمنى بس يبقى في الاسماعيليه. بدا الشوط الثاني بجون تاني للزمالك. تعالى نلحق الاحتفال. اقعد يا لاشي كوبانزا. '80 دقيقة، باقي 10 دقايق. هل الزمالك هيقدر يحافظ على فرق الجون اللي هو جايبه ده؟ وهل ممكن يجيب جون؟ أنا مش عارف، بس أنا حاسس إن رتم الزمالك هدي جدا من بعد ما جابوا الجون التاني. خلينا نشوف. واضح إن في خناقة في الملعب. أقول لك على حاجة واسمعها مني، الحكم ده جامد وواثق في نفسه فشخ، وما بيفرقش معاه ضغط الجمهور والهيصه والكلام. 6 دقايق وقت بدل ضايع وحش قوي للزمالك عمله في نفسه ده، انه يفضل ضاغط نفسه لحد اخر كام دقيقه. ممكن مودرن يخطف جون يبوظ لك كل اللي انت عملته. اخر ثواني والكل على اعصابه وعرضيه هيصفر بعد الكره دي كده. خلاص شكرا، خلص الماتش. الزمالك خد اللي هو عايزه وكسب بقى، اعتقد كده ما هو متصدر الدوري. تعالوا يلا بينا نشوف فييرا هيقول ايه في المؤتمر الصحفي. جمهور الزمالك عامل حفله في الملعب بعد ما الماتش خلص مع اللعيبه بتاعته. جمهور الزمالك ما ينفعش يعديها كده، لازم ينكش، والنكش النهارده كان في شوبير وناس تانية. فييرا في المؤتمر قال انا شايف ان الاداء بتاعنا النهارده هو احسن اداء في كل الماتشات اللي فاتت، وشايف ان الفتره اللي جايه الاداء هيبقى احسن من كده كمان. ما عرفتش اسال الراجل كالعاده عشان الدنيا كانت زحمه، فبس كده الحمد لله.